يا مساء الخير عليكم. ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده يعني قلنا نعمله جولة حلوة كده مع بعض. نزلنا هنا ده كده. شاطئ الماكسة عندنا في اسكندرية طبعا. نزلنا كده اخر النهار. قلنا نتغدوا يعني كده على البحر. بصوا المنظر كان جميل جدا. هنا كنا يعني بعد العصر. الموج كان جميل جدا جدا وهادي هادي جدا، والمكان كان رائع بصراحة. احنا اول مرة يعني نتغدوا كده هناك. حلوة قوي كانت القعدة، وكانت جميلة جدا بصراحة، والجو اصلا حلو قوي. يعني صوت الموج كده وهو رايح جاي كده، وصوت البحر بقى، وريحة البحر وجمالها بقى مش قادرة اوصف لك يعني. ده الطريق كده، واحنا هنا حطينا ترابيزات كده، عملنا سفرة بقى على الرصيف. إيه، عملنا بقى، اكلنا اكلة سمك كده على البحر يعني هنا، زي ما انتوا شايفين كده. طب والله العظيم كانت غدوة في منتهى الجمال. كنا عاملين بقى ايه، سمك مشوي ومقلي ورز صيادية ومسقعة بقى. المسقعة ما اقولكوش بقى على المسقعة، كانت حكاية. بصوا شايفين في كده طائر ابيض كده، ده اسمه نورس. كان في شوية طيور كده، ولا بصوا كان في طائر برضو صغنن كده شبه العصفورة. فأنا بحسبهم عصفورات، يعني بحسبهم كده. تغطس العصفورة جوه المية وتطلع تاني في بقها سردينة كده صغننة. كان المنظر رائع بصراحة. مش عارفة يعني الطيور دي بتلقط السردينة او البسرياية او الحاجة اللي بيلاقوها في المية، بتنزل تغطس تلقطها بقها وتروح طالعة على طول. شكل كان جميل قوي بصراحة، بس كان من بعيد مش باين قوي. هنا احنا بقى خلصنا غدا و... وكنا بقى مشروبات بقى وعصاير وكده يعني. هنا بقى ساعة غروب الشمس، مش قادرة اوصف لكم بقى الروعة والجمال. ساعة غروب الشمس والشمس كده بتحضن البحر كده، حاجة بصراحة منظر روعة روعة روعة. واليوم ده كان شوية هوا بصراحة في منتهى الجمال، وريحة البحر تحفة، والشكل هادي ومريح للأعصاب جدا بصراحة. مش قادرة اقول لكم يعني. يا ريت كل الناس اللي بتنزل تصيف عندنا هنا في اسكندرية، مش ضروري يعني تروحوا البحر وتستحموا كده. يعني في قعدات حلوة والله، بالذات في شاطئ الماكس ده. يعني طلع روعة، يعني الواحد بقاله 100 سنة بيعدي عليه و... وما كانش ياخد باله يعني ان احنا نقعد عليه او حاجة يعني. بصوا الشباب الصغننين دول واقفين كده ماسكين سنارة وعايزين بيصطادوا تقريبا. بس المنظر كان تحفة بصراحة، منظر رائع، والسما بقى والشمس بتغرب كده، حلو قوي. بصوا في راجل هناك اهو، المنظر كان بعيد. هو رمى شبك، رمى شبكة وطلع بيها. فاحنا لقيناه وهو طالع بيها كده. وقف ينفضها كده. فنزلت سردين. السردينة دي جميلة قوي. احنا المرة اللي فاتت اشترينا، وانا نزلت لكم فيديو لما اشترينا سردين برضو. كنا كمان الوقت بالليل اكتر من كده. هنا بصوا معاه ابنه الصغنن يا روحي. معاه حاجة بلاستيك كده وبيلم السردين اللي باباه بينفضه على الرمل ويحطه في البلاستيكة. بصوا المنظر جميل جميل جدا. الواحد كان هين عليه ينزل هنا. الدنيا كانت المغرب أذن وبدأوا ينوروا النور. هنا المنظر بقى بالليل بقى. بصوا شايفين السفن بقى والمراكب كلها كانت منورة. والشكل برضو كان بالليل جميل جدا بصراحة، حلو قوي يعني بصراحة اللي أعصابه تعبانة يروح يقعد هناك. هنا بقى خلاص احنا يعني لمينا حاجتنا كده ومشينا. هنا كده احنا على الطريق بقى واحنا مروحين.
طبعا احنا يعني من سكان البطوش العجمي يعني. فاحنا بقى يعني يا دوبك كده نركبه وعلى الطريق على طول، طول ما احنا ماشيين بقى شايفين كده بقى إيه الطريق بيبقى حلو كده جميل بالليل، وبيبقى هادي شوية. هنا هيصادفنا بقى إيه ريستوران سيجل، هنلاقيه قدامنا هنا. سيجل دلوقتي بقى جوه بقى قاعة افراح بقى، وغير المطعم طبعا قاعة افراح وحاجة جميلة قوي يعني. وعمل دلوقتي مطعم مشويات اسمه الكبير قوي، برضو حلو قوي. هنا دي كباين بقى كده، طبعا ما فيش حد، الناس بتحجز كباين وبتبات فيها وبتقعد فيها، بس ما حدش بينزل مية الماكس خالص لان ده ظهر بحر غريق يعني. انت بتروحي تستمتعي بس كده بشكل البحر بالليل وبالنهار، وتنزلي المطعم وخلاص كده. طبعا احنا كده جولتنا خلاص هتنتهي، واسيبكم بقى في رعاية الله ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.